ايه مالك استهان؟ اوعى كده يا عم عارف، بلا مالك بلا غيره. مالك يا قمر؟ الجميل زعلان ليه؟ لا يا حبيبتي مش زعلانه ولا حاجه. هو الراجل ده كل ما يجي يعكن سيادتك؟ لا 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 لا، ده انا عاكلن عليه وعلى 50 زيه. اسمع يا عم عارف، الراجل ده لما يجي هنا ما تدخلوش علشان مش عايزين نعكنن عليها ابدا. احنا مصدقنا الصبح كنت سيادتك قايمه كويسه. هتبقى كويسه هتبقى كويسه، روح انت بس اعمل اللي في ايدك. يا بنت اسكتي. لا 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 سيبها تتكلم يا عم عارف، روح انت. حاضر. ايه رايك في نكته تروقك؟ ايه ده؟ انت تعرفي تقولي نكت كمان؟ امال ايه؟ مره واحد اتزنق في قرشين اتفعص ومره واحد احول امه ماتت عيط على خالته. حلوين قوي 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 يا وفاء. الست اللي جابت لنا الفلوس دي ما ظهرتش يا علي ابدا يا عتريس. انا كان متهيألي انها هتيجي كل مده، لانها كانت بتعيط ومحروقه علينا وشكلنا كان صعبان عليها خالص. يا ابني ما احنا في الاول بنصعب على الناس، وبعدين يزهقوا من الصعبان يبطلوا، وبعدين يلاقوا حاجه تانية تصعب عليهم. فهمت؟ انت قاعد تقول الكلام غريب قوي. بتاخدوه في المدارس ده يا علي؟ المهم مش هتيجي الست دي تاني؟ بقالها 9 اشهر ما جاتش، ايه اللي هيجيبها؟ بقول لك ايه، ما شفتش الواد قطب؟ لا ما شفتوش، هو اختفى رخر. لا مش معقول يا جدع، ما كفايه البت اللي راحت. يعني احنا اللي ما رحناش؟ انا ما بفهمش انت بتقول ايه. اوعى تقول ما بفهمش علشان ميكانيكي، انا الوسطى بتاعي بيفهمها وهي طايره. مش هتنام؟ خليني اقرا لك كلمتين. يا جدع يلا، بلا مدارس بلا بتاع، نام نام علشان صحتك. ايه يا حرام، اتغطي يا حب اتغطي. ايه ده؟ مين؟ ده انا ما تتغطيش، الغطا اتعر، كنت بسحب عليكي لحسن تبردي. يا حبيبتي طب انت ما نمتيش ليه؟ انام ازاي؟ مش عندك ميعاد دواء؟ افرضي راحت عليكي نوم، صحتك هتتعب والدكتور يزعل مننا وانا خصمك وتبقى مشكله. يا حبيبتي انا معلمه المنبه بالبتاعه دي، اول ما تيجي البتاعه دي عند البتاعه دي كنت هصحيك على طول. طب تعالي بقى معلمك الساعه. هتقومي من النوم علشان تعلميني الساعه؟ لسه فاضل ربع ساعه على ميعاد الدواء، نبقى ننام سوا على الاقل. ده انا اللي ادفيكي. شوفي بقى يا ستي، العقرب ده اسمه العقرب الصغير، والعقرب ده اسمه العقرب الكبير. ملقوش اسم غير العقرب؟ لا ملقوش غير العقرب. زي بعض ونفوت لهم دي. انت مش ملاحظه حاجه؟ حاجه زي ايه؟ مش ملاحظه ان ست كوثر حالها اتغير خالص بعد البنت الصغيره دي ما دخلت البيت؟ ايه اللي ملاحظه؟ ده سبحان مغير الاحوال، ابتسمت وضحكت ونامت وبقت حاجه تانية خالص. إيه؟ ربنا يهدي سرها، انما طفله صغيره تسعدها كل السعاده دي، ملت عليها حياتها. مع اني متهيألي انها ما كانتش بتحب الاولاد. هي ما كانتش تعرفهم ولا عارفه قيمتهم عشان تكرههم ولا تحبهم. خدي بالك البنت دي قروبه مش زي كل العيال. بس الحقيقه بنت لذيذه قوي. هات الفاكهه وديها السفره. حاضر. ايه ده؟ في ايه؟ انت بطلتي اكل ليه؟ علشان انتي بطلتي تاكلي. لا انا شبعت. وانتي كلتي حاجه؟ انتي عايزه تاخدي الدواء على لحم بطنك. الفاكهه استهانت. ما هو انت لما بتدخل الفاكهه بتقولك انها شبعت. اتفضل رجع الفاكهه يا عم عارف لحد ما تملى بطنها اكل. كلي دي يا قمر. لا دي كبيره. ده مين اللي ما كنتيش تاكليها كلها؟ بعد الشر عليكي، ما تقوليش كده تاني يا وفاء. حاضر بس كلي. حاضر هاكل. سعيده يا وفاء. اتاخرتي ليه كده؟ شوفي الاول جايبالك ايه. يا خبر، كل دي لعب وعرايس؟ ولسه السواق هيطلع قدهم كمان. ده انا وانتي هنلعب لعب. لا انت اللي هتلعبي بيهم لوحدك. نلعب سوا؟ بقى معقول انا العب واسيبك لوحدك؟ خلاص يا حبيبتي نلعب سوا. طيب فزري بقى، انا كنت فين؟ كنت بتشتري لي اللعب. وكنت فين كمان؟ مش عارفه. كنت بقدم لك في المدرسه. مدرسه؟ عشان تتعلمي وتبقي حلوه. بس اقول لهم في المدرسه على اسمي ايه؟ ايه؟ هتقولي لهم اسم وفاء. ما علينا من وفاء. وفاء ايه بقى؟ عندك حق، انا هقول لك. عارف؟ يا فندم استهان. اقعد يا عارف. العفو استهان. اقعد يا عارف. حاضر استهان. فاكر لما قلت لك عايزه اروح ازور بيت حسنيه؟ فاكر استهان. يومها ما قدرتش اقعد في البيت اكتر من 3 دقايق زي ما قلت لك. انا كنت صحيح عارفه انهم 11 عاجل، لكن ما كنتش اتصور ايه اللي ممكن يحصل لو لقيت نفسي مع العدد الكبير ده من العيال في مكان واحد.
يا حسيت يومها بانزعاج شديد. ويومها البنت الصغيرة دي مسكت في ديل فستاني وشبطت. ما قدرتش اسيبها، جبتها وانا كان في نيتي اديها للدادة، لكن حصل شيء مذهل. انا الست الكبيرة الغنية لقيت نفسي محتاجة لصدر البنت الصغيرة دي، محتاجة لعطفها وحنانها، محتاجة لابتسامتها، محتاجة اكل معاها والعب معاها. لقيت نفسي انا بعد سن 40 بعيش لأول مرة. لو غبت البنت تقلق عليا، لو كحيت البنت تتخط عليا، لو سقعت بتغطيني. تصور، انا محتاجة لحنان الطفلة الصغيرة دي، محتاجة للمسات ايديها، محتاجة لابتسامتها الصغيرة. البنت دي عارف لطيفة ووديعة وذكية وحنينة الى اخر مدى. ربنا يسعدك يا ست هانم. انا عارفة انك مش هتفهم كلامي. لا فاهم يا ست هانم. صحيح انا مستغرب ازاي الكبير يبقى محتاج لعطف الصغير، لكن يمكن البنت الصغيرة دي حنانها حنان طبيعي، حنان بلا افتعال ولا نفاق. صاري عارف ان علاقة الأمة دي علاقة سامية فعلا. انا عمري ما حسيت بأهمية اني اكون ام قبل ما اشوف البنت دي. ما انا ما قلت لسيادتك اتجوزي وخلفي يا ست هانم؟ انا مش قلت لك انك مش هتفهم كلامي؟ احاول يا ست هانم. على كل حال حضر لي العربية، اطلب لي السواق خليه يجي لي حالا، وان ما لقيتوش هركب تاكس. ياه، المشوار مستعجل لدرجات يا ست هانم؟ مستعجل جدا، عايزة افرح. طب فرحيني معاك يا ست هانم. يا عارف، البنت دي اجبرتني انها تكون بنتي. ايوه، ومن النهارده هتبقى بنتي رسمي. البنت دي؟ ايوه، وفاء. يعني سيادتك هتتبنيها؟ لا اتبناها ده ايه؟ اكتر من التبني بكتير. انا هديها اسمي واسم جوزي. جوز سيادتك اللي توفى؟ ايوه، وماله، كل شيء ممكن. سيادتك لا مؤاخذة يعني فكرتي؟ فكرت كويس جدا، دي احسن فكرة فكرت فيها في حياتي. يا عارف، انا طبعا باخد ودي معاك في الكلام لانك تعرف كتير من اسراري، وثبتني دايما بالادلة انك شخص امين ونظيف وكتوم. وتجربتي معاك اكتر من 20 سنة طمنتني اني وانا بحكي لك الحكاية دي بالذات هتنساها نهائيا. ده من ناحية تانية يعني طقم الشغالين بشكل طبيعي كده عايزة اغيرهم كلهم في مدى 7-8 اشهر، بس ايه عارف، بصنعة لطافة. ها؟ حاضر يا فندم، حاضر اللي تشوفيه. طب يلا شوف لي السواق علشان انتهي من الاجراءات. حالا يا فندم. انت واقف ليه؟ عايز اقول لسيادتك حاجة كده يعني على قد تفكيري. قول يا عارف. ما دام سيادتك عجباكي فكرة ان يبقى عندي سيادتك اطفال، طب ما تجيبي بنت تانية. ليه يا عارف؟ يا ست هانم يعني دي بالذات يعني بنت الست اللي دخلتها السجن. ها؟ فعايز اقول يعني بلاش دي بالذات. لا انت مش فاهم يا عارف، هو في حد بيختار اللي بيخلفه؟ في ست بتختار المولودة اللي بتولدها؟ يا عارف، انا حاسة احساس كامل اني انا اللي خلفت البنت دي بنتي وبنتي الوحيدة. عارف، انت مش ممكن هتفهم. البنت دي منحتني معنى لحياتي، منحتني القدرة على الاستمرار، وده شعور الام الطبيعي. الام بتبقى عايشة تسعد ولادها وتتسعد بيهم، وهو ده اللي بيخليها تعيش. روح يا عارف، هات السواق واعتبرني كنت بفكر بصوت عالي بناجي نفسي. افندم استنى. روح يا عارف. حاضر استنى. ايوه يا اخويا، انت بهون، تعالوا من هنا. حاسب منك لولا كسروا المرايات. ربنا يستر، لحسن دي دمانه بالشيء الفلاني. ربك يستر. ايوه يا اخويا، من هنا اهو، من هنا. يلا ارجوك اقفلي الباب. حاضر يا فندم. ايه ده؟ في ايه؟ تعالي يا حبيبتي تعالي. الناس دول جايبين ايه؟ دول جايبين لك حته اوضه نوم على احدث طراز. هو انا مش هنام معاكي؟ لا يا حبيبتي، انا بس هفتح الحيطه اللي بين اوضتي والاوضه اللي هناك دي، هتبقى اوضه كبيره هننام فيها احنا الاتنين. انا بحسب، اصل انا ما اقدرش استغنى عنك يا ايه؟ يا ماما. قولي لي يا ماما. ماما؟ يا حبيبتي، ايوه انا ماما. طب واما اللي كانت بتاكلني وتغطيني هناك؟ لا يا حبيبتي، لا، انا مامتك، انسي غير كده، انا ماما. انا ماما. ماما. الله حلوه.
حلوة حلاوة طلع من بقك عسل. انت عارفة اسمك ايه؟ الا عارفه اسمي ايه؟ اسمي وفاء طبعا. طب وفاء ايه يا حبيبتي؟ مش انت عايزة تعرفي اسمك اللي هتقوليه في مدرسة الحضانة؟ وفاء ايوه وفاء نبيل المشتناوي. يبقى اللي يقولك اسمك ايه تقولي له ايه؟ اقول له وفاء نبيل البتاع ده. المشتناوي يا ماما. مفيش غير الاسم الصعب ده؟ باباكي اسمه كده يا حبيبتي، هنعمل ايه؟ بس المشتناوي دي سهلة قوي. بس ابويا بتاع الصابون كان اسمه عبد الحفيظ. لا يا حبيبتي، ابوكي ما كانش بتاع صابون، ابوكي بيه كبير وكان اسمه نبيل المشتناوي. وهو فين المشمشاوي ده؟ مات وانت صغيرة. مات؟ يعني ازعل؟ لا يا حبيبتي ما تزعليش، طول ما احنا الاتنين بخير خلاص ما تزعليش. احنا الاتنين ملناش الا بعض. مظبوط، احنا الاتنين بنحب بعض قوي يا ماما. حبيبتي تعالي 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 في حضني يا حبيبتي، تعالي. اوعي كرسي يا بنت انت. دقيقة واحدة يا داد. يا بنت بقول لك اوعي يا اختي. ده افندم يا استهان. تعالي هنا. ايه اللي بتعمليه ده؟ عملت ايه يا استهان؟ ازاي بتكلمي وفاء باللهجة دي؟ انا ما كلمتهاش بلهجه وحشه، وبعدين دي بنت صغيره. بنت صغيرة يعني ايه؟ ليها كل احترامها. ماما ما حصلش حاجة. اسكتي انت يا وفاء، اسكتي. انا مش عايزة اساليبك دي تتكرر مرة تانية ابدا، فاهمة؟ اساليب ايه يا ما استهان؟ ترديش عليا. ايه ده؟ اتفضلي من قدامي. يا ماما بس الاشكال دي يا حبيبتي لازم تتاخد بشدة، ولازم يعرفوا ان انت هنا اهم واحدة في البيت ده، واحترامك من احترامي. طب ما تزعليش قوي كده يا قمر، انا ما بحبش اشوفك مكشرة. طب خلاص مش مكشرة اهو. خلاص بقى ما حصلش حاجه. خلاص ايه يا عم عارف، فضلت ورا البواب لما طفشته، ودلوقتي منظرها عليا انا. ما هو لو مش عايزاكي هتقولك مش عايزاكي. انا عارفه، بس عمره ما عملتها ما كانت كده ابدا. معلش يمكن عصبيه شويه. حتى الزواده اللي كانت بتزودها لي كل سنه منعتها السنه دي. معلش ربنا يصلح الحال. يا اخويا الارزاق بايد ربنا، وهو الشغل كتير. والله اذا لقيتي شغل كتير هو الرزق يحب الخفيه. حتى انت يا عم عارف. انا يا بنت الحلال بكلمك بصراحه. ايه رأيك يا حبيبتي في الفيترينا دي؟ فيها فساتين تجنن، الاحمر ده حلو قوي. واللي فوقه كمان جميل. شفتي بقى يا ماما، مش احسن ننزل نشتري بنفسنا بدل ما نجيب الفساتين بالتليفون؟ اهي فسحة جميلة كمان. اي حتة تبقى جميلة يا ماما يا حبيبتي ما دام معاكي. اخ لو ما كناش في الشارع كنت اكلتك اكل. اتفضليني بالهنا والشفا. اسمعي بقى، نعم. ايه رأيك ندخل نجيب كل الوان الفستان ده؟ لا نشوف على الطبيعة لحسن ناخد مقلب. طيب يلا بينا. اسمعي الاول. نعم يا حبيبتي. شايفة الراجل اللي هناك ده اللي بيبيع جيلاتي؟ ايوه شايفاه. انا هروح اجيب جيلاتيه منه. تاكلي في الشارع؟ وماله؟ لا انا هخليهم في البيت يعملوا لك جيلاتي احسن منه 100 مرة. حلاوتها في الشارع. ده مش انا لوحدي اللي هاكل، انا واحدة وانتي واحدة. انا كمان هاكل في الشارع؟ يا ستي حد عارفنا؟ طب يلا بينا، ولا اقول لك نخلي السواق يجيب لنا. يا ماما تعالي، احنا هنفضل متمشيين كده. متمشيين؟ انت بتجيب الكلام ده منين يا حبيبتي؟ يلا. حاضر يا ستي حاضر، بلاش نتمشى. ولا علي. ايوه يا عتريس. مش البنت اللي هناك دي وفاء اختك؟ وفاء ايه يا جدع؟ هو ده معقول؟ يا جدع هي. يا ابني امشي ما توديناش في داهيه، دي بنت اكابر، وامها اللي مديانا ظهرها دي لابسه بالطو ب1,000,000 جنيه. يا ابني هي. يا جدع امشي، لا يقولوا علينا عايزين نسرق حلقها ولا سلسلتها ونروح في حديد. امشي يخلق من شبه 40. طب اسمع، عايز ايه يا عتريس؟ احنا هنقول وفاء مرتين، ان ردت يا ابني ما تخافش. طب قولوا امرنا لله. يا وفاء. مين ده اللي بينده عليا؟ مين هيعرفك يا حبيبتي؟ هيندى عليك. يا وفاء. الله، العيال دول انا متهيألي دول اخواتي. اخواتك؟ دول لا دول عيال صيع. انت مالكيش اخواتي يا حبيبتي، انا ما خلفتش غيرك، انت بنتي الوحيده. تعالي نركب العربيه اوام، يلا تعالي. والفساتين بعدين يا حبيبي بعدين. يا عبدو العربيه اوام. خدي بالك يا حبيبتي، في ناس بيسرقوا الولاد من الشارع وبعدين يكلموا اهلهم ويطلبوا مبلغ كبير علشان يرجعوه. يا خبر. على كل حال انت ما بتمشيش لوحدك خالص، لكن انا بس بديكي فكره. اصل العيال دول العيال دول من الشارع يا ماما، وعارفه احيانا بيبقى عايدين منهم معاه سكينه ولا مطوه. يا ماما. لا انسي يا حبيبتي انسي. خلاص نسيت يا ماما.
حضرت السفره استهانم. كويس قوي، يعني كله تمام. تمام يا فندم. امبارح يا سيدي وفاء زعلت انها جت من المدرسه لقت السفره لسه ما اتحضرتش. احنا نقدر على زعلها استهانم. اسمع يا عارف، يا فندم استهانم. ارجوك شغل التكييف البارد على الاخر لحسن وفاء بتيجي زهقانه من الحر. حاضر استهانم. ماما ماما ماما، اهلا اهلا وفاء. اهلا بيك يا ماما. السفرة جاهزة؟ جاهزه يا حبيبتي. عم عارف حطيت الفوط الروز؟ ايوه يا وفاء هانم. هغسل ايدي وسبقيني يا ماما على السفرة علشان عايز اكل على طول واقعد اذاكر، انا عندي شهادة. بالتوفيق يا روحي، عقبال الشهاده الكبيره. انا لو نجحت هنجح بدعواتك الحلوة يا حلوة. ماما ماما ماما، النتيجه ظهرت يا وفاء. ظهرت يا ماما ونجحت وخدت الابتدائية. مبروك يا روحي. عايزة بوسة طويلة. ماما ماما ماما، النتيجه ظهرت يا وفاء. ظهرت يا ماما ونجحت، خدت الليسانس. الف مبروك الف مبروك يا الله روحي. يبارك فيك يا حبيبة قلبي. مبروك يا استهانم، مبروك. الله يبارك فيك يا عم عارف. عارف، يا فندم استهانم. اصرف مرتب شهر للسواق ولكل الشغالين. ربنا يخليكي لينا يا استهانم. نفرق شربات. لا شربتيه عارف، دي طريقه بلدي. ولا بلدي ولا حاجة يا ماما. يلا يا عم عارف، اعمل لنا شربات نشربه احنا. خلاص اعمل شربات ونشربه احنا يا عارف. حاضر يا فندم. عارفه انا مبسوطه قوي ليه؟ علشان بنتك حبيبتك بقى معاها ليسانس محترم. لا انا فرحانه اكتر انك خلصتي مذاكره ووجع القلب وتلتفتي بقى لصحتك ولشبابك. وهي المذاكرة كانت بتعمل لي حاجة يا ماما؟ على الاقل كانت بتحوشك عني. هو انا كنت بسيبك الا لما بروح الكلية بس؟ هو وقت الكليه شويه يا وفاء. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا ماما يا حبيبتي. وربنا يخليكي دايما جنبي يا حبيبتي. ايه رايك بقى في سفريه شهر ولا شهر ونص نستجم وفي نفس الوقت نجيب موديلات للشتاء؟ لا مش هنلحق نسافر. ليه يا حبيبتي؟ عشان انا عندي مفاجأة. ايه عريس؟ لا مش عريس ولا حاجة. انت عارفة ان انا ما بفكرش في الحاجات دي دلوقتي. ليه يا حبيبتي؟ ليه ما بتفكريش في الحاجات دي؟ ما انا لازم افرح بيكي. ايوه بس مش دلوقتي يا ست ماما، مش دلوقتي خالص. الله، امال ايه المفاجاه دي يا روحي؟ ايه رأيك في بنتك تبقى ظابط؟ يا فندم؟ اقولها لك تاني، بقول لك بنتك تبقى ظابط. يا حبيبتي ما انا سمعت بس ما فهمتش. شوفي يا ستي، انا هدخل دراسة لمدة 6 اشهر، اطلع من الناحية التانية ظابط بوليس. الشربات استهانم. ميرسي عارف. اتفضلي يا فندم. ميرسي قوي يا عم عارف. يا بنتي كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ عاملين نظام دلوقتي، البنات يدخلوا اكاديمية الشرطة ياخدوا كورس ويطلعوا ضباط شرطة. يا بنتي ليه؟ هو من قله الرجاله؟ ضروري في البوليس في حاجات ما تعملهاش الا الستات يا ماما، والا ما كانوش عملوا النظام ده. طب واحنا مالنا؟ احنا ما صدقنا خلصتي. يا ماما انا حابة قوي الفكرة دي. يا حبيبتي معنى كده انك هترتبطي بشغل. طب وماله يا ماما؟ طب وانت محتاجه الشغل يا ماما؟ هي مش مسألة اني محتاجة، بس انا لازم استثمر وقتي. يا حبيبتي واحده بجمالك تستثمر وقتها قدام المرايه في اللبس الحلو، في الخروج، في الفسح. يا حبيبتي يا روح ماما، انت دي احلى ايام عمرك. ماما انا ليا وجهة نظر تانية، وانت معوداني اني اخد قراري بنفسي مادام ده في حدود الصح. يا حبيبتي انا مش بعارضك، لا انا بحاول اقنعك. شوفي يا وفاء، مع احترامي وتقديري للرأي الآخر النابع من أعز إنسان عندي في الوجود، بس أنا خلاص مصممة على رأيي ودمتم يا حبيبتي الغالية. حاضر يا بنتي مادام دي رغبتك خلاص اللي تشوفيه. الله، انت زعلتي ولا ايه؟ انت مرة تقنعيني وانا مرة اقنعك، والاشطر هو اللي يقنع التاني، والمرة دي بقى انا اللي اشطر. انت دايما اشطر وانت دايما احلى. حبيبتي. بسم الله يا هادي عليك اعتماد. ايه دي؟ في ايه عارف؟ الدنيا مقلوبه كده ليه؟ تعرف تشتغل وانت ساكت؟ ما انا بشتغل وانا ساكت اهو، بس انا عايز اعرف في ايه النهارده. بقالنا 4 ايام بننظف وننظف ونرجع ننظف تاني، وقبلها بيضنا، مع العلم ان البياض كان زي الفل. انتوا مش عارفين تعملوا بالفلوس ايه؟ جرايه بقى في الكلام ده يا مسعود. يا عم عارف، طب فهمني في ايه؟ يا بني ادم يا بني ادم، اصل ست هانم الكبيره عامله حساب النهارده قوي. يا ولد عامل حسابه من ايه بقى؟ يا بني ادم النهارده بتاع هتتخرج ظابط. تتخرج ظابط؟ ولما تتخرج ظابط تعملوا كل ده؟ امال لو اتخرجت لواء تعملوا ايه؟ طب اشتغل وانت ساكت. طب انا عايز اسألك سؤال تاني يا عم عارف، بصفتك الوحيد المخضرم في البيت دي. قول يا غلباوي. الست هانم الكبير بتاعنا دي كان عايز تخلف بدل بنتها ابنها؟ مش فاهم. يعني كان عايز يخلف ولد مش بنت؟ لا بالعكس، عمرها ما فكرت في الحكايه دي. يا ولد امال ليه دخلت بنتها علشان تطلعها ظابط؟ يبقى كان لازم نفسها في صبيان.
يا بني ادم، الست هانم بتاعتنا بتحب بنتها لحد العباده، ما بتاخرش عنها طلب. بنتها قالت لها عايزه اطلع ظابط، طلعتها ظابط. فهمت؟ يا ولد، طيب على الله كده يظرفونا بقى مكافأة حلوة بالمناسبة دي. معاهم فلوس بالكوم يطلعوا بنتهم ظابط. طب ما يخلوا حاجة للناس. على فكره، اذا اتكلمت باللهجه اللي فيها حقد دي تاني انا هسبب في قطع عيشك. يا ولد، انا عمري ما شفت حد بيحب اللي بيشتغل عندهم زيك كده. ده انت يا راجل ما بتطيقش عليهم كلمة، ان شاء الله حتى تكون في الهوا. عارف ايوه استهانم، اشتغل وانت ساكت. الهانم جت. الغدا يا عارف. حاضر استهانم. ياي، كانت حفلة تخرج تجنن يا حضرة الضابط. تعرف يا ماما، وانا ماشيه في الطابور عينيا ما كانتش شايفه حد غيرك في المقصوره. اسكتي، بيني وبينك كنت قاعدة اقرا قرآن واقول يا رب النبي يا رب تحفظها. تقوليش قمر ولابسه ظابط. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ماما؟ الكلام ده ما ينفعش مع الظبط والربط. انا مالي ومال الظبط والربط، انا في بنتي اللي زي القمر. يا ماما ما تقوليش زي القمر، الله، في ظابط في الدنيا يتقالوا زي القمر. طب وانا اعمل لهم ايه؟ مش هم اللي خدوكي وانت زي القمر؟ هتفضلي تقولي لي زي القمر زي القمر؟ انا ظابط، انا حضرة الملازم اول وفاء نبيل المشتناوي. الله يرحمك يا بابا، كان يتمنى يشوفني في اليوم ده. الله يرحمه بقى. يلا بقى حبيبتي علشان نتغدى. بقول لك ايه يا ماما، احنا هنحتفل بالمناسبه دي بقى ازاي؟ زي ما انت عايزه يا حبيبتي. ايه رايك بقى نعمل حفله كبيره اعزم فيها كل اصحابي اللي كانوا معايا في دفعتي، وشويه من هنا وشويه من هنا، وانت تعزمي شويه. بس كده؟ بكره حبيبتي اعمل لك حفله ما حصلتش. لا مش بكره يا ماما، خليها يوم الخميس. اولا عشان اكون استلمت وظيفتي باكر صباحا باذن الله. ثانيا علشان الحق اعزم الناس. احزمي يا حبيبتي، احزمي زي ما انت عايزه. يلا بقى ماما لحسن هموت من الجوع. يلا. من الهده يا حبيبتي اللي تهدتوها. انسي لطيف زيك تتهدوا الهده دي. شمال يمين شمال يمين، ده كلام. يا ماما انا ظابط، مفيش حاجه اسمها هده. خلاص يا ست ظابط. بموت فيكي. ملازم اول وفاء نبيل مشتناوي يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضلي. شكرا يا سياده المأمور. اقعدي، اتفضلي. شكرا يا فندم. جات لنا اشاره القسم بالحاقك على قوه القسم اعتبارا من اليوم. وانا يا فندم جاي استلم. انا هلحقك بالعلاقات العامه، وانا في الواقع متفائل جدا بتعيين واحده ست ضمن قوه القسم، لان في حاجات كتير انت كامراه هيبقى لك دور فعال فيها، لان احنا دورنا كقسم بوليس مش بس تعقب الجريمه واعطاء الجزاء الرادع للمنحرف، احنا يهمنا جدا نخدم مواطني القسم ونحل مشاكلهم وخلافاتهم في اطار من العلاقات الانسانيه السليمه. وده اللي انا مؤمنه بيه فعلا يا فندم. طيب اتفضلي للسيد نائب المأمور وهو هيسلمك الشغل. تمام يا فندم. اهلا وسهلا. يا اهلا يا خيريه. ماما استني تعالي ما اعرفك بالملازم اول خيريه. دي بقى كنا زمايل قاعدين جنب بعض طول السنه في كليه الضباط المتخصصين. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ايه قاعده جنبك يا وفاء على تخته واحده؟ ايه يا ماما تخته واحده؟ ايه هو احنا عيال صغيرين؟ هو انتوا يعني فاكرين انكم كبرتوا خلاص؟ هنكبر على حضرتك يا طنط. ميرسي قوي. طب اتفضل عن اذنكم. اتفضلي يا طنط. الحفله تجنن يا وفاء. ولسه دي هتعجبك اكتر، ده احنا عاملين لكم بروجرام يجنن. وبروجرام كمان. طبعا، امال هنقعد كده طول الليل بوزنا بوز بعض. عازمين ناس كتير. يا ستي، ماما عامله عمايلها عازمه نص البلد، كاني اتعينت الكونت دي مونت وفاء. ايوه يا ستي، بنتها الوحيده بقى على العز ده كله. لو ماما سمعتك على طول تقول لك الله اكبر. في ايه يا وفاء؟ مش عارفه، حاسه بمغص جامد قوي. ايه في ايه؟ مالك يا وفاء؟ عندها مغص. ايه في ايه؟ الحقيني يا ماما، مغص جامد قوي هيموتني. من فضلك ممنوع الدخول. عايزه اطمن على بنتي. حاضر، اول ما تيجي فرصه هنقول لحضرتك. طيب طمنيني. عن اذنك. حاضر. حاسب الجهاز يا ابراهيم. عن اذنك يا ست. ايه ده كله؟ في ايه يا دكتور؟ ثانية واحدة من فضلك. في ايه بس؟ يا هانم احنا بنعمل الإجراءات اللازمة. يا دكتور طمني، يا ابني طمنوني. حاضر يا ست، اطمني. هطمن ازاي بس؟ عن إذن حضرتك. يا دكتور، أيوة ست الحكيمة. الدكتور كمال بيقول الحالة محتاجة الأخصائي الكبير، محتاجة للدكتور يحيى. يبقى لازم تلاقوه حالا. اهدي يا استهانم، بيقولوا ما دام الدكتور الكبير ده جه كل شيء هيبقى تمام. بنتي
بنتي اللي ما حلتيش غيرها في الدنيا يا رب. ربنا يجيب العواقب سليمه يا استاذ هانم. الدكتور ريحه طلع اهو يا استاذ هانم. حضرتك كوثر هانم والدة المريضة؟ ايوه يا فندم. للأسف الشديد الحالة متأخرة، محتاجة عملية نقل كلية. لا كلية. أيوة، المريضة عندها فشل كلوي مزمن يقتضي سرعة نقل كلية. طب نجيب كلية، نجيب 2، نجيب 3. لا يا هانم، المسألة مش بالبساطة دي. الكلية اللي محتاجاها بنتك كلية بني آدم، ودي حاجة ما بتتكتبش في روشتة وبتيجي من أجزخانة ولا مستشفى، دي بتتاخد من جسم بني آدم سليم. يعني ايه يا دكتور؟ يعني المسألة صعبة، تاخد وقت. هنعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، يعني من 8 ل 10 تحاليل، تحاليل أنسجة، تحاليل دم، تحاليل نسبة الألياف، يعني تحاليل كتير. وبعدين نوع الكلية من حيث توافق النسيج، وبعدين ندور على الشخص المناسب اللي يرضى يتبرع بالكلية. وكمان لازم نعمل معاه كل التحاليل دي علشان يكون في توافق تام، ونتأكد ان النسيج اللحمي متوافق علشان الجسم ما يلفظش الكلية دي لأنها من بني آدم تاني. معلش أنا طولت معاكي، بس كان لازم أشرح لك. يا هانم، أنا بشرح لحضرتك مش عشان تعيطي، بالعكس علشان تتمالكي، لأن المشوار طويل ولازم بنت حضرتك تشوفك في حالة نفسية كويسة علشان ده هينعكس عليها. طيب المهم دلوقتي الكلية. بالظبط كده. نشوف حضرتك هنجيب الكلية منين. الكلية منين؟ انت عايزة سؤال يا دكتور؟ خدوها مني. أيوة، لكن كبيرة في السن. مش بس كده، دي عملية كبيرة ومجهدة جدا. صحيح الإنسان يقدر يعيش بكلية واحدة، لكن مع كبر السن ومجهود العملية هيبقى صعب عليكي. انت بتقول ايه يا دكتور؟ انت بتتكلم على بنتي، اعز حاجة عندي، من غيرها انا مسواش حاجة، حياتي نفسها ملهاش قيمة. يلا يا دكتور من فضلك ابتدي اعمل التحاليل. حاضر. مساء الخير. اهو ده اللي انا كنت عامل حسابه. ما بتبطلش عياط يا دكتور. مش هينفع كده يا وفاء. على فكرة المرضى بتوعي خصوصا اللي بيقعوا في أرابيزي مدة طويلة قوي زي حضرتك كده، انا شخصيا برفع التكلفة بيني وبينهم. عشان كده سمحت لنفسي ان اقول اسمك مجرد من الالقاب. وفاء. وفاء كده خط لازم. دكتور انا كنت عايز اسمع رأيها هي. مش فايقالي مش كده؟ حالتها النفسية يا دكتور. بهدوء كده يا وفاء. ايه اللي مضايقك؟ كل اللي انا فيه ده يا دكتور عاجبك؟ اجازة من كل ناحية، 14 ساعة غسيل مرتين في الاسبوع. وايه تاني؟ هو ده كله شوية يا دكتور؟ في حس الشباب يا دكتور تترمي الرمية. لا احنا قلنا ايه؟ انت معايا ولا معاها؟ حاضر يا دكتور، انا مش هعيط. شوفي بقى يا ست وفاء، قصدي يا وفاء، من غير يا ست ولا انسه ولا غيره. نعم. الحالة اللي انت فيها دي حالة بتؤدي للوفاة، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الاسباب. خلى العلماء الشاطرين يخترعوا لنا الكلية الصناعية دي، يخرج الدم يتغسل في الكلية الصناعية دي ويرجع تاني دم ممتاز للجسم. شوفي بقى، ما اقولك لو عيطتي تاني مش هكملك الحكاية. مش عايز. طيب، الغسيل ده يا ستي ممكن يستمر لمدة 5 سنين، واحيانا 7 و10 كمان، والانسان يفضل عايش وفل. 10 سنين؟ لكن انا عارف ان المسألة دي يمكن تضايقك شوية، خصوصا انك شابة وحلوة وعايزة الحركة، فقلت لا نختصر السكة وننقل لها الكلية وتعيش طبيعية بإذن الله. ايه رأيك؟ طب وليه كده بس؟ وليه كده بس؟ دي بقى حاجة بتاعت ربنا ملناش دخل فيها. وقطعا انت في وضع احسن من اللي يبقى ماشي في الشارع تنزل على نافوخ طوبة تموته في دقيقة من غير ليه. ربنا عايز كده. انت بقى ولا بتاع ابو طوبة؟ اخيرا ابتسمتي. حضرتك عظيم قوي يا دكتور. انا كنت عايز اسمع الرأي ده من مريضتي، لكن يا ستي مش مهم، لسه ما شافتش مني حاجة. على فكرة يا وفاء، ايوه مهم جدا تكوني في حالة نفسية كويسة. حاضر يا دكتور، احاول. بعد اذنك. مع السلامة يا دكتور. ايه يا بسمة؟ يا فندم يا دكتور، عايز النظام الغذائي يتنفذ بمنتهى الدقة والأدوية في مواعيدها تمام. انا عارفة نظام وطباع حضرتك يا فندم وواخدة بالي. اشكرك. خير يا دكتور؟ ثانية واحدة، ما تقلقيش، ثانية واحدة. اسم انفكشن كويس قوي. بنتك دي بنت حلال مصفي. طبعا يا دكتور. وفصيلة الدم بتاعت بنتك يا ستي تعتبر من فصائل الدم النادرة AB. تحليل دمك طلع مطابق تمام، يعني دم حضرتك من نفس الفصيلة. الحمد لله يا رب. المهم هننتهي من بقية التحاليل امتى؟ انا عايزة اخلص بسرعة. يا ستي ما تقلقيش، كل شيء بياخد وقته. بس انا ليا طلب يا دكتور. أمور يا ستي.
انا مش عايزاها تعرف انها هتاخد كليتي. ليه؟ حضرتك بتقول انها لازم تكون في حاله نفسيه كويسه. طبعا طبعا طبعا. في احتمال انها لو عرفت انها هتاخد الكليه مني مش هترضى. فعلا ده احتمال كبير جدا. علشان كده انا مش عايزاها تعرف. انا كنت متوقع انك هتقولي لي كده. خلاص يا ستي، مش هنقول لها، وهنبه على كل الممرضات وكل السيسترز تنبيه مشدد. معلش حظنا وحش، يا دوب استلمت الشغل ويومين 3 ويحصل الموقف ده. انا اللي حظي وحش يا سيادة المأمور. في الحقيقة انا كان في دماغي حاجات كتير قوي كان نفسي اعملها مع سيادتك، لكن هنعمل ايه؟ ان شاء الله لما تقومي بالسلامة تعملي كل اللي نفسك فيه. القسم موجود والشغل ما يخلصش. ربنا معاك يا فندم، ومتشكرة قوي على الزيارة دي. اي خدمات احنا جاهزين. متشكرة قوي يا فندم. نستأذن. انا كان نفسي اعرف حضرتك على ماما، دي كانت هتتبسط قوي لما تشوفك، لكن معلش مرة تانية ان شاء الله. انا يشرفني ان انا اتعرف على ماما. معلش مرة تانية. تعبت حضرتك يا فندم. خليك مستريحة. انت رايحة فين؟ من فضلك يا عم عارف، وصل سيادة المأمور لحد باب المستشفى من بره اذا سمحت. مفيش داعي، انا عارف السكة. ازاي يا فندم؟ ده اقل واجب. اتفضل يا فندم. بسمة. ايوه يا ست وفاء. قولي، لقيتوا الراجل اللي هيديني الكلية بتاعته؟ طبعا يا فندم. ضروري هياخد كتير. ضروري يا فندم. بس برضو كتر خيره. طبعا. تضحية كبيرة قوي، شاب صغير مش كده؟ ما هو لازم يبقى شاب صغير عشان يستحمل. بس انا عارفة ان فصيلة الدم بتاعتي AB، ودي بتبقى صعبة قوي. الحمد لله اتوفقوا فيها. طيب انا ممكن اشوفه؟ اما يجي الدكتور اسأله. سعيده يا حبيبتي. سعيدة يا ماما. غيرت لك كل الهدوم وقمصان النوم وجبت لك شويه حاجات كده يمكن تحتاجي لها. بس انتي غبتي عليا قوي يا ماما، ده البيت مش بعيد عشان تتأخري. معلش يا حبيبتي، ما هو اصلي عارفه عبال ما دورت على الحاجات. ايه اللي في دراعك ده يا ماما؟ ايه ده؟ ده ده ايه؟ لا ده بلاستر. مظبوط بلاستر. اصلي يا ستي لقيت خربوش كده، قلت للممرضه حطي لي عليه بلاستر. سلامتك يا قمر. ايه على الخربوش يا وفاء؟ على شكة الإبرة يا ماما، أنا سمعت إنه خد كتير قوي. مين ده؟ الراجل اللي هيديني الكلية بتاعته. فتاك يا بنتي. ماما لو قمت بالسلامة ابقي زوديه شوية، اديله 5000 جنيه يا ماما. عينيا يا حبيبتي حاضر. بيني وبينك أي فلوس تديها له ما تسويش التضحية بتاعته، ضروري، ده شهم قوي يا ماما. لا شهم ولا حاجة، دي حاجة عادية. حاجة عادية؟ إنهم ياخدوا جزء أساسي من جسمه علشان إنسان تاني يعيش؟ لا يا ماما، ما تخليش حبك ليا ينسيكي تضحية الناس الكبيرة دي. يا بنتي ما تشغليش بالك انت بالحاجات دي. ماما علشاني لازم نحطه في عينينا من جوه. حاضر يا حبيبتي حاضر. اشرب الليمون بقى يا ماما. انا هشربه بس عشان من ايدك الحلوه دي يا ماما حبيبتي. يا حبيبتي ما تبصيليش كده يا بسمه، انا متعوده ابوس ايد ماما حبيبتي. هي حاجة كويسة ولو انها بطلت دلوقتي. يا كوثر هاني، ايوه الدكتور يحيى عايز سيادتك في اوضته. حاضر انا جايه حالا. الله يا ست حسنية، مفرش هايل. صحيح يا بنتي، إلا صحيح، ده كله ذوق. وقت طويل بنقضيه ادينا بنشتغل، لكن اللي في القلب في القلب. ربنا يا بنتي يتوب عليكي ويبعد عنك الظلم. كل المساجين اللي كانوا قبلي هنا بيقولوا إن مفيش على لسانك إلا الظلم والمظلومين. الظلم يا بنتي وحش، الظلم زي الجوع، الاتنين ألعن من بعض. وحد الله يا ست حسنية. منهم لله اللي ظلموني، ربنا مش هيسيبهم أبدا، مش هيسيبهم أبدا. اتفضلي يا كوثر هانم. بس يا دكتور يحيى. شوف يا ستي، الحقيقة أنا مش عارف أفرح ولا أزعل. خير يا دكتور. جميع التحاليل والفحوصات أثبتت تطابق كامل، وأقدر أقول إننا لما ناخد كلية من حضرتك ننقلها لوفاء الجسم هيتقبلها مش هيلفظها بإذن الله. الحمد لله الحمد لله. طب ده خبر عظيم يا دكتور. اللي مش مريحني بقى أنا شخصيا إن صحة حضرتك العامة ومن خلال الفحوص برضو قد لا تحتمل عملية زي دي. أنا شايف إن بلاش ناخد منك الكلية. كلام إيه اللي بتقوله ده يا دكتور؟ إحنا متفقين وعملنا الفحوص على الأساس ده. ما قلتش حاجة يا كوثر هانم، بس صحتك يعني. صحتي تساوي إيه قصاد صحة بنتي؟ أنت عاجبك منظرها ده؟ عاجبك رميتها دي؟
البنت اللي زي القمر اللي كلها شباب وحيويه وفي احلى سنين عمرها يبقى وشها بالشكل ده وتترمي الرميه دي؟ يا ستي هنلاقي حل تاني. امتى؟ استنى 3-4 اشهر تاني على ما نعمل تجارب، ويا تنفع يا ما تنفعش ادخل في تجارب تاني وهكذا وهكذا. استنى اشحت يا كوثر هانم. استنى واحد يقول لي وافقت وتاني يوم يغير رايه؟ لا لا يا دكتور، ده انا امها وكل واحد اولى بلحمه. الكليه هتتاخد مني انا. يا كوثر هانم، يا كوثر هانم، واجبي اني احذرك. اولا سنك، وبعدين حالتك الصحيه لا تسمح. دكتور يحيى، انا حياتي ما تسواش يوم واحد تعيشه بنتي في سعاده، يوم واحد تعيشه طبيعيه زي اي شاب. دكتور يحيى ارجوك، خد مش كليه واحده، خد الاتنين، خد دمي، خد قلبي، خد عمري، خد حياتي كلها، خد كل نبضه فيا وخلي بنتي تعيش. وبسرعه ارجوك، انا ماليش عندك غير طلب واحد وبقول يا رب يتحقق. اعيش 10 دقايق بعد العمليه علشان اطمن انها نجحت وبنتي عاشت، وبعد كده ما عنديش مانع استقبل الموت بصدر رحب. يا كوثر هانم، كوثر هانم، انا بقالي